هذا الحشد الشعبي يدعم الحرس الثوري الإيراني مثل ما يدعم حزب الله الإيراني. حزب الله يقوم بعملياته الإرهابية، والحشد الشعبي يقوم على مبدأ نحرر العراق. هو ما يحرر العراق، هو ينشر الفتنة ويقتل المسلمين ويقتل العرب. هذول اللي في الحشد الشعبي ممول من الحرس الثوري، يمولونه من الحرس الثوري. اليوم براويكم قائدهم شو يقول. راح تقول ابو احمد انت يعني دليلك؟ اعطيكم الحشد الشعبي شلون يهدد. قائد الحشد الشعبي شو يقول؟ يهدد دولة الامارات العربية المتحدة ويهدد دول الخليج وانه سوف يقوم باحتلالهم. سمعوا شو يقول. طبعا اولا رحم الله شيخ زايد، يعني النار تخلف رماد. هذا خلفة زايد عبد الله، هذا عبد الله واخرين يعني من الشباب اللي الان تبوأوا مناصب عليا في الامارات ومناطق اخرى من الخليج، يقودون هذه الدول الى الهاويه الان يعني بشكل علني. يعني هذا الشخص اما لا يفهم او هو يقصد في تصريحه هذا. من هو الحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي هو كل الشعب العراقي الذي قاتل داعش، عدا المناطق الغربية التي ينتمي إليها داعش والتي يتحرك فيها كحاضنات في وسطها. نعم. والكرد الذين عقدوا هدنة مع داعش، ما تبقى من العراقيين هم هذا الحشد الشعبي. فإذا كان ابن زايد يريد قتال هؤلاء، إذن هو أعلن الحرب رسميا على العراق مع داعش. نعم. هو أعلن الحرب رسميا على العراق مع داعش، وهو يريد أن يقاتل. والإمارات بكل إماراتها السبعة المتحدة هي لا تساوي نصف مدينة الصدر. وعلى عبد الله بن زايد أن يعرف حجمه جيدا عندما يتحدث. العراق عندما دفع أنهار من الدماء على مدى التاريخ كان يحمي عروش هؤلاء، وكان هؤلاء يرتجفون من تصريح مدير بلدية في بغداد. يصبح الآن يجرؤ ابن زايد وهذا الآخر والآخر والسبهان ما أعرف منه بجرأة للحديث عن العراقيين. العراق يا رجل يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، ولكن يجب على القيادة في العراق أن توحد هذه الإمكانيات وأن تعرف كيف تتصرف مع هؤلاء الصعاليك الذين يسيئون للبلد يوميا. ويخرج واحد مثل هذا يجب أن نقاتل الحشد الشعبي. تفضل تعال لقتال الحشد الشعبي. يعني أو ربما يريد أن يضفي على داعش بعض الشرعية، ويعرف جيدا أن داعش هي ممثله في العراق وممثل الآخرين الذين يدافعون عنها، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة.